كل من يستمع إلى هذا المطرب الشامي وعلى شاكلته ممن يحمل في أغانيه كفرا واضحا بالله سبحانه وتعالى، يشبه محبوبته أن خصرها كجبل الأعراف في الجنة، والذي يقول أيضا داعي. إلهي بيسعد لي صباحكم الأكابر هذا. أول شيء شيخنا إلهي يقبرني صباحك، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية شيخنا بلا مزاودة يعني ده أنا كرهون أنت يعني بدأ باين بتوزع علم على البشرية، بس أنا عم خبرك جبل الأعراف مش مثبتة إنه هي بالجنة، هي بعد محل نقاش جبل الأعراف وين أو هو ليه موجود بالضبط. هي نقطة ما عم زود عليك شيخ الكل أنت يعني، بس عم خبرك القليل من العلم الذي أملكه. النقطة الثانية شيخنا من كفر مسلم فقد كفر. فمالي حاب افقسك وضايقك عن الصبح، بس اذا انا كنت حروح على جهنم مثل ما عم بتقول شكلك حتقعد معي تقبرني. اخر وحده والله ما حكترن عليك، عندي هيك شوية معلومات ممكن يفيدوك بالمستقبل. الكفر بالله ما هو وصف كتب على جوجل هيك بسرعة بالمعجم شو يعني الكفر بالله. الكفر ألا وهو الإنكار. حبيت خبرك يعني هي شغلة مش كتير مزبوطة اللي عم تحكيها. أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر. أنا كالقيامة ذات يوم آت. أنا كالقيامة. مجاز، هذا مجاز. عم خبركم معلومات عامة يا أخي، اسمعوا مني وكبوا البحر. هذا الرد مو مشانكم، هذا الرد كرامة الحجة اللي دقت لي متضايقة منكم. والله لولا هيك فشرت واطلع رد على واحد منكم، هاي آخر مرة، بس كرامة الحجة عندي كبيرة، روقينا حجة.